مساء الخير. وانا نفسي افهم حاجه، يعني انا راجل بتكلم عن الوسط الفني وبهاجم الوسط الفني وبتكلم عن القضايا والمشاكل اللي بتبقى في الوسط الفني. ازاي ما اتكلمش عن الراجل ده؟ اوعى تقرب مني، ده ما بيعتقش حريم رجاله، ما بيعتقش. فيلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس وتابعني. دلوقتي احنا ناسيين الراجل اللي اسمه خالد يوسف ليه؟ نفسي افهم حاجه، الراجل ده ابدع في ايه؟ الراجل ده من بدايته وانا مش قابله، انا كارهه والله العظيم. من بداية ما كان شغال مساعد مع يوسف شاهين. انا اصلا مش من محبين مدرسه يوسف شاهين خالص، والحمد لله رب العالمين ليا قصص في الحوارات دي، وياما اتطردت من محاضرات وياما اتطردت من ورش كبيره جدا. يقول لي ما تتكلمش عن الاستاذ كده يا ابني وامشي اخرج. فانا مش من محبين مدرسه يوسف شاهين خالص. فيطلع لنا الصبي بتاعه خالد يوسف يقرفنا. طبعا احنا عارفين الفضيحه الكبيره اللي مش هقول ربنا يسترها عليه، لان هو اصلا بايده اللي عمل ده. انا عايز اقول لكم على مفاجاه مدويه، ان كل الافلام اللي انتشرت له دي والله العظيم ما تيجي ربع من الافلام الموجوده اللي لسه ما انتشرتلوش. حد هيقول لي انت بتفتي؟ هقول لك والله 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 انا شفت له افلام متسربه لسه ما نزلتش مع حد تقيل قوي. ساعه ما الافلام دي نزلت قال لي لا 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 لا، ده هم اللي اتسربوا له 5 6 7 8 10 افلام، ده لسه بتاع 100 120 فيلم موجودين. فبقول له لا يا عم مفيش الكلام ده. قال لي طب استنى هوريك. ووراني فيلم مش موجود عند حد وما ظهرش خالص، لواحده فورتيكا بصراحه صراحه فورتيكا مش عارف، بس ما شفتش وشها عشان كانت لابسه قناع ملون وبترقص رقص كده، مش عارف تحس انه رقص افريقي ولا انا مش فاهم. فبعدين بقول له ايه ده؟ هو ده صاحبنا؟ قال لي ايوه يا باشا، بس التقيل جاي ورا. سيبك من ده بقى، ملناش دعوه بيه. ايه هي بقى اللمسه الابداعيه الاخراجيه اللي عملها الراجل ده عشان يبقى متواجد على الساحه؟ ايه الفن اللي هو قدمه لنا يعني؟ ايه الحاجه اللي ده اضافها للفن؟ ايه بقى الابداع الاخراجي اللي احنا شفناه بيعمله عشان خاطر نقول ده راجل جامد؟ فلما يعمل الخطأ الكبير اللي حصل في التسريبات والفيديوهات دي، فيرجع تاني ويخرج فيعمل مسلسل زي الزفت، فالناس تقول لك معلش معلش اصل هو بقاله كتير قاعد كان بيزيد في المكن الفتره اللي فاتت، فرجع تاني بالمسلسل والمسلسل كان زي النيله. بعد كده سمعنا انه هيعمل فيلم اسمه الاسكندراني، قلنا بس يا معلم لعل وعسى. طلع لنا في فيلم اعوذ بالله من غضب الله، فيلم ملوش ملامح اسمه الاسكندراني. يعني لو كان اسمه كبده اسكندراني كان ممكن يبقى ليه طعم احلى من الفيلم ده. فيلم اتصرف عليه وبس. واحمد العوضي باشا ما زال يمارس هوايته ان هو صابي محمد رمضان وماشي على نفس الطريق بتاع محمد رمضان، وهيفشل وهيتنيل، بس محمد رمضان خلاص عمل. طب ما انت كمان بتعمل فلوس، انا هكدب على نفسي؟ لا، هم كمان بيعملوا فلوس في الهبل ده، بيعملوا فلوس. بس خالد يوسف ده بعد الفضيحه دي جايبينه ومرسمينه ليه؟ الراجل ده ما اتحاكمش ليه؟ المسؤولين عن الفن في مصر، المسؤولين عن السينما في مصر، انتوا فين من خالد يوسف؟ انا بس عايز اتكلم حاجه مهمه جدا محدش هيفهمها الا قليل. المسؤول عن السينما في مصر كان في خلاف بينه وبين خالد يوسف في فتره من الفترات، وكانوا الاثنين في نزال قصاد بعض، واحد فيهم المفروض يكسب، فالمسؤول ده هو اللي كسب. طيب خالد يوسف دلوقتي راجل مفضوح وليه افلام ومبوظ المجتمع ومبوظ السينما، والمفروض يبعد بقى شويه اليومين دول. انت سايبه ليه؟ بالرغم ان انا عارف ان في خلافات ما بينك وبينه كبيره قوي. الكلام ده ما حدش يعرفه بقى الا ايه؟ اللي قريبين منك زي حالاتي. خالد يوسف موجود ليه؟ خالد يوسف مبوظ الدنيا وقاعد برضه شغال ليه؟ خالد يوسف بيبوظ المجتمع بتاعنا ليه؟ وانتوا ساكتين. فانا نفسي افهم حاجه، انتوا عايزيننا نبقى زي خالد يوسف؟ نطلع لنا احنا كمان افلام ونشتغل وبتاع؟ طب ما انا بخرج احسن من خالد يوسف. وخلي بالكم بقى من حاجه مهمه جدا، الاخراج عشان توصل تبقى مخرج الموضوع بيبقى صعب قوي، لكن اول ما تبقى مخرج الموضوع بيبقى سهل قوي بالنسبه للناس اللي زي خالد يوسف. الموضوع كله بيبقى المساعدين بتوعه بيعملوا كل. انا اشتغلت مع مخرجين كتير والله والله والله، انا شفت مخرجين واشتغلت معاهم كانوا قاعدين بره اللوكيشن اصلا ما بيخرجوش، المساعدين والمنفذين هم اللي قايمين بكل حاجه. فخالد يوسف موجود ليه جوه الدايره وهو اصلا مش شاطر في الاخراج، هو شاطر في حاجات تانية خالص. لكن في حاجه غريبه، في لغز انا نفسي افهمه. دلوقتي اللي يتشهر هو بتاع الوساخه بس. يا جدعان احنا رقم واحد في كل الورش اللي خدناها وفي كل الدراسات اللي خدناها، ما بنشتغلش ليه؟ انتوا بتخلونا بجد والله العظيم نفكر ان احنا كمان نبقى زيهم.
يوم ما حد يجي يقول لي انت ايه اللي انت اقول لهم انا إيه؟ مثل الاعلى عمل كده وشغال، ما اشتغلش ليه؟ طبعا هو ده كله غلط، انا بس بتريق. انا بعد ما اخلص الفيديو هم صلوا العصر، انا بس بتريق عليهم، بعرفهم المستوى المتدني اللي هم وصلوا له. واحد عمال يعمل افلام، لا مؤاخذه هي البنات حلوه بصراحه، هكدب عليكم، انا شفت كل الافلام اللي محدش في مصر شافها للنجم ده. اه والله العظيم في افلام محدش شافها وما طلعتش، والافلام دي اكيد ليها عوزه. لو الراجل ده حاول يبكبك او يتكلم كلام ملوش لازمه، الافلام دي هتطلع. بس انا برضو بتكلم ان في سر في الموضوع. الراجل ده موجود ليه يا جدعان؟ الراجل ده بوظ مجتمعنا وهبلنا بالموزز الجامده اللي كان صايدها. بس نيجي نبص نلاقيهم بيقولوا عليه دلوقتي المخرج الكبير، المخرج العظيم، انا مسميه المخرج العنتيل. ف ضيعتونا وبهدلتونا وقاعدين تبوظوا الدنيا وتدمروا في مصر وتدمروا في شباب مصر وتدمروا في بنات مصر عشان خاطر الناس دي تطلع، وعمالين تشخوا لنا في دماغنا بافكار تحديثيه، وربنا يستر على مصر بسبب الفن. بسبب الفن، خلي بالكم، حطوا تحت كلمة الفن دي 1000 خط. الفن بيقول لك ايه؟ الفن مش رسالة. تنقل يالا انت ولا اللي يقول لك الفن مش رسالة؟ ده الفن ام الرسالة. ده حتى على الاقل الفن دلوقتي لو مش رسالة فهو بيديك اكبر رسالة للبوظان والدمار اللي احنا وصلنا فيه. اهي رسالة اهي. يقول لك الفن ده، انا هعمل لكم بعد كده فيديو ان بيقول لك ان الفن مش رساله، وهوريك ان الفن ده اكبر رساله، وانا وانت اتربينا على فن محترم اتعلمنا منه رسائل جامده ولغايه دلوقتي عايشين عليها، بس هم اللي دمروها، هم اللي عايزين يدمروا الفن. امال انا قاعد لهم ليه؟ اصل انا الصندوق الاسود بتاعهم، فكنت قاعد في مخططاتهم وفي خفاياهم، واديكوا بتشوفوا. ثم هنروح بعيد ليه؟ اديكوا شفت هدير عبد الرازق اتسرب لها فيلم 6، بقت بتظهر في القنوات الفضائيه وبيجي لها عروض وناس مخرجين عايزاها تشتغل، ومطلعينها في برنامج مع ياسمين الخطيب. خلي بالكم من الايه، من الحادثه اللي بتحدفوها. في بنات كتير قوي بتحب ياسمين الخطيب وبتعتبرها ايقونه جمال بالنسبه لهم. انا بالنسبه لي والله يعني شايفها ان هي فلات وحاجه دمها تقيل، بس مش مهم. فيطلعوا هدير عبد الرازق اللي لا مؤاخذه عملت فيلم لا مؤاخذه مع ياسمين الخطيب، تقول ان هي لما تسرب لها فيلم لا مؤاخذه جالها عرسان كتير. يعني بيقولوا للبنات اعملوا كده عشان يجي لكم عرسان كتير. فخلي بالكم من الرسائل المقرفه اللي بيوصلها الفن، اللي انا لغايه دلوقتي بهاجمهم وبديهم على دماغهم وهم دماغهم مصدعه مني. والله العظيم كل يوم التاني يجي لي رسائل. طب انا اقربها امبارح جاي لي تليفون، والله العظيم جاي لي تليفون بيقول لي ايه؟ اهدى وتعالى اشتغل عشان تشتغل. بس انا مكمل يابا، انا مكمل في طريقي. انا هاجم الدنيا دي كلها لغايه ما اوصل للي انا عايزه. انا عايز اشتغل باحترام. الناس دي عايزه تشغلني مش محترم، عايزه تشغلني بالنسبه لهم لا يابا معلش، انا راجل اكاديمي ودارس وفاهم وشاطر واشطر منكم، وان شاء الله مش هستسلم. ومن خلال القناه دي ان شاء الله هشتغل شغلتي باحترام وبثقه كبيره جدا، وهقدم فن وهقدم اللي انا درسته باحترام، وهبقى ان شاء الله موجود ومتواجد بدراستي وبشهادتي وبكل حاجه. لكن اللي انتوا عايزين تخلوني اعمله ده انسوا، وانا محدش هيقدر يدوس على كرامتي. بس انا هنصح اخواتي وهفضل معاهم، وكل فتره كده ايه انكش في حد. بس انت بقى يا معلم يا فنان يا جميل يا محترم، لازم تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتابعني، وكل يومين ان شاء الله هعمل لك فيديو عن كارثه في الوسط الفني، او كارثه سينمائيه، او كارثه دراميه. يعني ايه بقى يا معلم؟ بشوف افلام وحشه قوي متكلفه هنتكلم عليها، وبشوف مسلسلات وحشه قوي وكمان مكتوبه غلط وهتكلم عليها، وبشوف حاجات حلوه هنتكلم عليها. فاستنوني وان شاء الله زورونا تجدوا ما يسركم. السلام عليكم.